ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي وأخوتي في الله، صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. حبيباتي أخواتي، بشكر أخواتي حبيباتي اللي بيشاركونا تعليقاتهم الحلوة اللي بتشجعنا وبتحفزنا واللي بيدعمونا على ميزة سوبر تانكس. ربي يكرمكم، يرضى عنكم، يراضيكم، يسر قلوبكم يا رب يا كريم بما يرضيكم. أسأل الله أن يعوضكم أضعاف مضاعفة ويجبر خاطركم جبرا يتعجب له أهل السماوات والأرض. فيا أخواتي الحبيبات، لو حكيت لكم في كلمة ممكن تغير حياتك وتفتح إلك أبواب رزق ما كنت تتخيليها، هل راح تكمل الفيديو معي ولا لا؟ يعني في سر جربوه ناس كتير وأنا منهم، فتغيرت حياتهم بالكامل. اليوم راح أحكي معاكم ويمكن يكون هو سبب فرجك القادم. كملوا الفيديو معاي واسمعونا. حبيباتي أخواتي اللي انضموا جديد لقناتنا، ربي يبارك فيكم. الحمد لله بنكبر أخوة وأخوات متحابين في الله، الحمد لله رب العالمين. بكون سعيدة جدا لو كل يوم انضفت لي أخت. سعيدة جدا فيكم حبيباتي. ربي يديم جمعتنا ولمتنا، وأسأل الله العلي العظيم كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. حبيباتي أخواتي، بصراحة هذه الأكلة يعني من 3 سنين ما أكلناها، مش الفتة لا، اللحمة هذه. شو هذه؟ احكونا بالتعليقات قبل ما أحكي لكم. عرفتوها ولا لا؟ أكيد عرفتوها. هذه رقاب حبش، أو مش عارف إذا بتسموها الديك الرومي. فبصراحة ما شاء الله تبارك الله، رقاب كبيرة ذكورة الحمد لله رب العالمين. اللهم أدمها نعمة واحفظها من زوال يا رب يا كريم يا الله. فبصراحة يعني 3 سنين يعني ما كناهاش، ما دخلتش البلد. هي دخلت بس بصراحة يعني أنا يمكن ما جبتهاش، مش عارف. فالمهم الحمد لله وأخيرا جبناها وعملنا فيها فتة، الفتة الغزاوية. وأكيد طبعا الباقي التفاصيل كلكم بتعرفوها. حطينا نظفناهم من الزفرة وكل الأشياء اللزجة وهيك كلها شلناها من الرقبة، وحطينا ليمون وخل وغسلناها 2 3 وجهزنا للمرقة حب الهان، الحب والمطحون والملح والفلفل الأسود ورق غار، لومي، قرنفل، روزماري أو كليل الجبل، وبصل وبندورة وفلفل وتومة. ويا حبيباتي اليوم راح نحكي موضوع كتير حلو، كتير مؤثر، كتير أنا عشت فيه وبكل تفاصيله. تخيلوا معي حبيباتي، باب مغلق في حياتك، رزق متعسر، هموم بتتراكم، دعاء تدعي وكأنه مش مستجاب، بتقول أنا بدعي، أنا بسوي اللي علي بس ما فيش استجابة. وفجأة يا حبيباتي بدون سبب واضح بتتغير الأمور وبتنفتح الأبواب وبيجيك الرزق من حيث لا تحتسبي ولا تتوقعي من وين أجاكي. طب إيش السر؟ هل هذا هو حظ أم صدفة؟ لا يا حبيبتي، لا. السر في كلمة بسيطة بنرددها دايما بألسنتنا، لكن قليل من يعيش معناها حقا يا حبيباتي، قليل من يعيش معناها. وإيش هي الكلمة؟ أستغفر الله، أستغفر الله. إحنا بنعيش صح أيام صعبة، ضغوط، قلة حيلة، تعب نفسي، مسؤوليات فوق طاقتنا. أحيانا بنشعر إن الدنيا خلص أغلقت أبوابها في وجوهنا، لكن ربنا ما تركنا بدون باب. باب مفتوح معانا 24 ساعة، لا بيحتاج مال ندفع له عشان نروح له، ولا بيحتاج معانا جهد، ولا بيحتاج معانا وقت معين يكون مفتوح لنا. مفتوح معانا 24 ساعة. إيش هو هذا الباب؟ أكيد عرفته.
باب الاستغفار. باب الاستغفار. الله عز وجل يا حبيباتي قال في كتابه الكريم في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني تأملوا هذا الوعد. هذا الوعد من مين؟ من الله يا حبيباتي. استغفار رزق، استغفار مال، استغفار مطر، الاستغفار بيساوي أولاد، الاستغفار بيساوي بركة في كل إشي، في صحتك، في زوجك، في أهلك، في أولادك، في كل ما تملكين، في كل إشي يا حبيبتي. الاستغفار بر لأولادك. فيعني الاستغفار مش بس عبادة، هو مفتاح حياة كاملة، حياتنا كاملة، بفتح كل الأبواب المغلقة اللي في حياتنا. صلوات الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تخيلوا طيب يا حبيباتي، كل هم، كل ضيق، ورزق من حيث لا نتوقع. طب شو بنستنى؟ شو بنستنى يا حبيباتي؟ كل هم إنا راح ينزل بهذه الكلمة، كل ضيق إنا راح ينزل بهذه الكلمة. رزقنا قليل وبدنا فيه بركة، أو إنه ربنا يرزقنا كمان. شو معانا مفتاح، معانا مفتاح لهذا الباب. إيش بنستنى؟ علينا إن نكثر من الاستغفار. يعني في قصة جاء رجل إلى أحد السلف بيشكي عن الفقر، قال له استغفر الله عز وجل. بعدين أجا واحد آخر بيشتكي عدم الإنجاب، قال له استغفر الله عز وجل. أجا واحد ثالث بيشكي قلة المطر، قال له استغفر الله عز وجل. فاستغربوا الناس، يعني كل مشكلة ونفس الحل. فقال له: ألم تسمع قول الله عز وجل: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا وعد من الله يا أحبابي. فيا حبيباتي علينا أن نلتزم بالاستغفار، لأنه الاستغفار مفتاح فرج. قصص من واقعنا ومن حياتنا كتير صارت مع ناس، ومنهم الحمد لله رب العالمين كمان أنا. يعني أجتنا فترة صعبة جدا، وما زلنا إحنا في فترة صعبة جدا في غزة، ولكن الحمد لله رب العالمين. أنا لما بدي أدعي الله عز وجل وما صارش استجابة لهذا الدعاء، بدي أيأس، بدي أقنط. طب ما يا ربنا راح إذا أعطاني راح يدهشني. طب أنا بدي أصبر، بدي يكون عندي حسن ظن ويقين بالله عز وجل إنه ربنا إذا أعطاني سيدهشني. راح أبكي من عطاء الله عز وجل إلي، بس ربنا الوقت معين. مرة يا حبيباتي يعني أنا كنت والعياذ بالله من كلمة أنا، يعني كنا الأولاد بدهم ياكلوا مثلا، فيش كان في البيت أي إشي. تخيلوا يعني فيش أي إشي أعمل لهم. سبحان الله بالاستغفار. وفي آية كنت دايما أرددها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فيا حبيباتي هذه الآية بصراحة يعني شوفوا بتشمل إنه نكون على يقين بالله عز وجل ونحسن الظن بالله، واللي بيتقي الله بخاف الله عز وجل فربنا راح يعطيه ويكرمه ويدهشه. فوالله وأنا بردد في هذه الآية إلا واحد بيحكي يا محمد. فمحمد اطلع من البلكونة اللي هو جايب صينية رز وعليها لحمة. فوالله يعني في لحظتها بكيت من عطاء الله عز وجل. ربنا الحمد لله رب العالمين مع عباده إن أحسنوا الظن فيه، إن أحسنوا الظن فيه وإن كانوا على يقين بالله عز وجل إنه ربنا راح يعطيهم. مش إني أنا هيني بدعي وما فيش خلاص ربنا ما استجابليش اليوم. طب ما ربنا مش كاتب لي إياها اليوم، بس إذا كنت محتاج ومضطر على الآخر ربنا راح يكرمك. بس أهم إشي يكون عندك حسن ظن ويقين بالله عز وجل يا حبيبتي. أهم إشي إن يكون عنا حسن ظن بالله عز وجل، أكون خلص على يقين إنه ربنا راح يستجيب لي، لأنه ربنا خلقني، هو متولي أمري،
هو يعني الحمد لله بيعرف ما يكنه قلبي من ألم وتعب. الحمد لله رب العالمين، ربنا راح يعطينا، بس علينا إن نصبر ونحتسب. يعني كمان الأيام هذه صعب كتير مرينا فيها، فالحمد لله رب العالمين التزمت بالاستغفار. فحبيباتي أخت من الأخوات يعني تواصلت معاي على الواتس، الله يكرمها ويرضى عنها يجازيها كل خير يا رب، وحكت لي يا أم محمد يعني ده بعتلك مبلغ. فكنت سعيدة جدا في هذا المبلغ، إنه خلص ساعدني فرج كرب من كربات. وهذا الحمد لله رب العالمين بفضل الله عز وجل. يعني ربنا بسخر ناس لناس، وهذا من عطاء الله عز وجل. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يعني سخرك مثلا انت إلي، وانا سخرني لناس، وكذلك احنا كلياتنا مسيرين بأمر من الله عز وجل. فالله يكرمكم، يرضى عنكم، يراضيكم يا حبيباتي أخواتي. أسأل الله أن يضلني وإياكم تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله. ويا حبيباتي بدي أحكي لكم، يعني أنا سعيدة جدا في كل أخواتي الغاليات اللي كانوا معي من أول الطريق في القناة، واللي انضموا جديد لعائلتنا. نسأل الله أنه يبارك فيكم ويرضى عنكم ونكبر فيكم. يعني بصراحة والله ويشهد الله وجودكم مش عادي عندي في القناة، لا انتم سند ودعوة وقلب طيب بجبر الخاطر. أسأل الله أن يجمعني فيكم في جناته يا رب يا كريم، ويجعل كل لحظة بتقضوها معاي وأنا بقضيها معاكم يا رب في ميزان حسناتنا يا رب يا كريم يا الله. فيا حبيباتي كيف بدنا نغير حياتنا بالاستغفار؟ لازم نحط أشياء. يعني ابدأي من اليوم، خصصي وقت يومي حتى لو 10 دقايق انك تضلك تستغفري. قولي استغفر الله عز وجل بقلب حاضر، اجعلي على لسانك دايما طول اليوم، اجعلي هذا الذكر على لسانك طول اليوم. واهم اشي استشعري انك ترجعي لربنا، اهم اشي انك تكوني مستشعري هذه الايات، ومش بس عدد وخلاص، لا بدنا نحكي بصدق. استغفر الله عز وجل، استغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه. فحبيباتي أخواتي، يمكن فيكي هم ما حدا حاسس فيه، يمكن في دعوة صار لها سنين وما صار لها استجابة، لكن ربك بيسمع وبيرى ولا ينسى. ويمكن الفرج واقف على كلمة أستغفر الله. فأسأل الله العلي العظيم، يا من لا تضيع عنده الدموع ولا تخفى عليه الهموم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها. اللهم اجعل الاستغفار نورا في قلوبنا وفرجا لهمومنا وسعة في أرزاقنا. اللهم ارزق كل أخت بتسمعني رزقا يدهش قلبها ويجبر خاطرها ويعوضها عن كل ألم عاشته يا رب. اللهم افتح لها أبواب الخير من حيث لا تحتسب، وارزقها فرحة تبكي منها يا رب، تبكي قلبها وتبكي عينها من شدة هذا الفرح يا رب. اللهم لا تخرجنا من هذا الفيديو يا رب أنا وأخواتي إلا وقد كتبت لنا مغفرة وفرجا قريبا يا رب يا كريم يا الله. حبيباتي أخواتي، إذا وصلتوا معنا الآن ابدأي من الآن، لا تؤجلي، احكونا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، واكتبوا في التعليقات أستغفر الله وأتوب إليه. ولا تنسي يا حبيبتي تدعمي الفيديو باللايك وتشاركيه مع كل أخت محتاجة تسمع هالكلام، يكون إنه صدقة جارية. يمكن تكوني انت وأنا سبب في فرج أخت محتاجة لهذه الكلمات. الله يرضى عنكم ويراضيكم ويجزاكم كل خير يا رب يا كريم. حبيباتي شو رأيكم في وصفتنا لليوم، الفتة الغزوية بإرقاب الحبش؟ ربي يديمها نعم ويحفظها من زوال يا رب. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. وبدي أحكي لكم يا حبيباتي، ما تنسوا تشاركوا القناة واللايك والتعليق، وكتروا من التعليقات حتى ينتشر الفيديو أسرع. الله يبارك فيكم ويرضى عنكم ويراضيكم. بدي أحكي لكم يعني شو رأيكم نكون أقرب لبعض، مش بس متابعات ومتابعين ومشاهدات، لا نكون لمة أخوات حقيقية. يعني أنا يعني فكرت في مجموعة على الواتس ندردش فيها مع بعض، نفضفض، ندعي لبعض، أشارككم أشياء خاصة من يومي. يعني
أشياء يمكن ما أنزلها على اليوتيوب وتكون بس إن لحالنا على الواتس، وكمان انتوا تشاركوني أفكاركم وصفاتكم يومياتكم حتى همومكم، ونكون دايما سند لبعض بهذه الأيام. فأنا بصراحة عملت يعني قناة ونزلت رابطها على المنتدى، وإن شاء الله راح نعمل مجموعة لمة أخوات. إنه القناة اللي نزلناه إلا لما توصل 100 بعدين يعني بنقدر نشارك بعضنا، يعني أنا أنزل انتوا تنزلولي وتشاركوني. فعشان هيك فكرت يعني بالمجموعة لمة أخوات، حتى إنه يكون في تفاعل حقيقي يعني بيننا، نحكي مع بعض، مش بس ننشر وخلاص. يعني شو رأيكم وموافقات؟ إذا موافقات اكتبوا لي بالتعليقات معك يا أم محمد، ولو شفت حماس منكم ونشاط كتير بوعدكم أعملها ونكمل مع بعض. وما تنسوا يا حبيباتي مشاركة القناة واللايك. دمتم في أمان الله وحفظه.